للتعرف على التفاصيل ومع بدء الترشح على هذا المقعد. بالتأكيد هناك أهمية كبيرة لهذا المقعد، خاصة في الظروف التي يعني طرأت قبل إسقاط العضوية. ولكن الآن معي للتعرف على أكثر المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية. برحب بيك سيادة المستشار معنا على شاشة CBC أكس. اهلا وسهلا. في البداية عايزين نتعرف من حضرتك يعني موعد فتح الترشح بدأ اليوم من الساعة كام، والإجراءات القانونية اللي بتكون ازاي؟ هو بدء فتح باب الترشح وتلقي الطلبات تبتدي النهارده من 8 لمدة 12 يوم حتى تنتهي يوم 19/3. وإن شاء الله بدأنا النهارده من الساعة 9 الصبح. حضر المترشحين او المناديب عنهم الوكلاء يعني، وطبعا وزعنا عليهم ارقام عشان بس يبقى التسلسل ان كله بيتسابق على رقم واحد. وبداوا يوصلوا اللجنه وبدانا نشتغل معهم، وبداوا بيقدموا اوراقهم في الدوسيهات بتاعتهم. وطبعا لو في اي حاجه تبقى ناقصه بنستوفاها فيما بعد، بالنسبه مثلا الافاده البنكيه او الكشف الطبي، لان هو هيبتدوا يشتغلوا من النهارده يعني عشان برضو مشاهدينا يبقوا عارفين الاجراءات القانونيه اللي تمت في الفتره السابقه ابان الانتخابات الرئيسيه هي اللي هتتم، يعني نفس برضو الكشف الطبي، الذمه الماليه، نفس الاجراءات. هو نفس الطلبات ونفس الاجراءات ونفس المستندات يعني. عايز اعرف من حضرتك يعني العدد تقريبا كده، حضرتك موجود طبعا من الصبح، العدد اللي كان موجود من المندوبين او المرشحين، هل العدد وصل لعدد كبير او لسه العدد وصل حوالي 12 مترشح. عايز اعرف من حضرتك كمان الفتره خلال ال 12 يوم، عقب ال 12 يوم هيتم تحديد فتره الانتخابات، هتبقى تحديدا في فتره معينه او لسه هيتم تحديدها من اللجنه العليا للانتخابات؟ لا، هو اتحددت، بس طبعا في اجراءات بعد تلقي الطلبات، في لجنه بتفحص الطلبات وتقبل، وبعد كده بتيجي الطعون. بعد كده بتجرى الانتخابات طبعا في الخارج، فبتيجي في الخارج يوم 15 و16 4 دي في الاولى، وفي الداخل 16 و17/4. إذا كان في إعادة هتبقى في الخارج 26 و27، وإذا كانت هتبقى إعادة ده في الخارج. بالنسبة للداخل 27 و28/4/2016. بالتأكيد يعني احنا لسه مخلصين الانتخابات من فترة قريبة مش بعيدة، وعايزين نعرف برضو الفكرة التحضيرات اللوجستية بقى على أرض الواقع من خلال اللجنة العليا للانتخابات، هيبقى يعني تحديدا في الدائرة اللي هي مركز نبرو وطلخة. الدائرة الرابعة مركز نبرو، طلخة ونبرو. يعني هل الاستعدادات هتبقى سهله؟ اعتقد مش هيبقى فيها تعقيدات كبيره. احنا جاهزين عموما، احنا خضنا الانتخابات كلها من استفتاء على الدستور، وبالنسبه للانتخابات الرئاسيه ومجلس الشعب فاحنا جاهزين يعني برضو لو بعض الناس اللي بيتفرجوا علينا من ابناء محافظه الدقهليه وحابين ان هم تحديدا من هذه الدائره، دائره طلخه ونبروه، حابين يتقدموا باوراق الترشح، لو نقول لهم سريعا الاوراق المطلوبه بشكل كبير عشان نقدر كمان نسهل الوقت. هو اللي يحضرني يعني هو طبعا اصل شهاده الميلاد، صوره البطاقه، شهاده التخرج، شهاده تأدية الخدمه العسكريه، اقرار ذمه ماليه له للمترشح او المترشحه، لها ولزوجها واولادها القُصّر، او له هو والزوجه والاولاد القُصّر. طبعا السيره الذاتيه له، اذا كان يعني في بعض الاقرار، طبعا افاده بنكيه من البنك، توقيع كشف الطب عليه، يكون كشف طبي جديد يعني ما يكونش، لان في بعض المترشحين كان في السابق قدم وجايب لنا كشف طبي قديم، فطبعا ما نعتدش بيه. بشكرك جدا سياده المستشار، بشكرك جدا. شكرا، متشكر. يعني مشاهدينا كما تابعنا دي كانت تصريحات من المستشار عبد الحميد